السلام عليكم. رسالتي دي من هنا وصلوها للشرطة مباشر في أي قسم. عايزين نعرف أنت موقفك شنو في الأحداث الحاصل حاليا في البلد. مع إنه أنت شغلك معروف، المفروض أنتوا كشرطة تمشي تحموا المؤسسات الحكومية زي البنوك وتحموا كمان برضو الأسواق، لكن ما شفنا منكم أي شيء. قاعدين نايمين ماشيين وين ماخذين إجازة، ما عارفين الحاصل عليكم شنو خالص. لكن نحن المواطنين متعاطفين معاكم جدا وما عندنا معاكم مشكلة، بس انتوا ايبكم خايف بكره بعد بكره لا من الوتد تحت ويكون خالي من المشاكل، تجوا راجعين تاني شي كشة وما عارف انت ما حالك زي الناس يحلقوك سلا وبنطلونك ده ليه مشرد ده مخالف للقانون. انتوا شطار في دي بس، شطار في دي بس يا اخي. حاليا نحن محتاجين لكم يا اخي. امشوا يا اخي احموا حق المواطن يا اخي، على الاقل يا اخي في دكاكين يومي بتسرقوا الكلام ده، احموه يا اخي. شوفوا بعد المشاكل تنتهي خالص والبلد يكون في امن وامان، ما عايزين فلسفتكم الكتيره دي. انتوا اصلا كده كده قادرين للمواطن بس. زمان فضل اعتصام ما كان كنتم مالين مركزكم وشايلين اسلحه وعاملين. طيب حس المقصر شنو؟ احنا كمواطنين ايوه بنحترم القانون وكل شيء، لكن بعد المشاكل ده تنتهي، بعد المشاكل تنتهي. ما عايزين نشوف اي ابو خديجه يجي لافي في السوق ويلقى المساكين فارشين وارفع بقجك وسوي ده وسوي ده. لانه انتوا هسه زمن الحاره ما وقفتوا معنا، بعدين برضه ما تجي شنو تدعبرونا تاني من جديد، لانه هسه نحن اتعاطفنا معاكم وخليناكم يا اخي اخذوا اجازه عديل امشوا نوموا، لكن بعدين حساب ولد ما تجي تعمل غرغره وارفع هنا وسوي ده. لا ده ما بينفع. ما رد الجميل لازم ترد علينا الجميل زي ما نحن عملنا معك الجميل حاليا يعني.